من أطيب وأشهى الوصفات اللي حضرتها وجربتها هي الأوزي على الطريقة العراقية. ما شاء الله ما تتخيلوا كيف طلعت، لازم تجربوه على طريقتي. عندي أول شي اللحمة راح أسلقها أو أضيف لها بهارات صحيحة وأتركها لحتى تستوي تماما. كوب من البازيلا وكوب من الجزر، بضيف لهم كوب من المي المغلية، رشة من السكر وملعقة صغيرة من الملح، وبحطهم على نار متوسطة ليستوي 3/4 استواء. البطاطا قطعتها مكعبات صغيرة، دهنتها بزيت الزيتون ورشة من الملح، بدخلها بالفرن تحت الشواية كمان لتستوي 3/4 استواء. فيكن تقلوها بس هيك أطيب. كمان هلأ عندي الشعيرية، كوب من الشعيرية حمصتها بملعقة طعام من السمنة، بس أخذت لون ذهبي بضيف لها كوب من المي المغلية وبتركها على نار هادية. بس استوت بحمص اللوز، بشيله على جنب. كمان عندي الزبيب بحمصه، بس حمصته بضيف فوقه البطاطا البازيلا والجزر، بضيف عليهم ملعقة صغيرة من القرفة، الملح، الفلفل، رشة كمان من الهيل. هلأ بطنجرة بضيف شوي من الزيت النباتي والسمنة، حبتين من البصل بقليهم مع بهارات صحيحة، لومي، زنجبيل، هيل، قرنفل. ما بننسى نملح الأرز، لكل كوب من الأرز كوب ونصف من مية سلق اللحمة، بتركها على نار عالية، بعدين بهدي عليها. لشوي اللحمة بعد ما سلقتها بضيف شوي من الملح، الفلفل، بابريكا، دوبتهم شوي من مية اللحمة ودهنت وجهن، دخلتهم تحت الشواية. لصب الأرز ضفت الأرز فوق طبق من الشعيرية، طبقة الخضار مع الزبيب، بعدين المكسرات، ضفت اللحمة المشوية. كمان فيكن قبل ما تصبوا الأرز أو تهدوا عليه تحطوا شوي من ماء الزعفران مذاب مع مية سلق اللحمة. وهيك بتستمتعوا بأطيب أوزي مع السلطة الخضراء وسلطة الدقوس. جربوا الوصفة، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة.